حاج حمد، عايزين نعرف المرحله اللي احنا وصلنا لها دلوقتي في الملعب. المرحلة دي هي قبل الأخيرة، قبل التنجيل، ده الليزر بيساوي الأرض. وبعد ما يساوي الأرض إن شاء الله نقف على تركيب النجيل، يا زرع النجيل يا تركيب صناعي ولا زرع؟ هو يا زرع حسب يكون النجيل الأفضل إيه هننفذه إن شاء الله. يعني ممكن يبقى نجيل صناعي؟ لا إن شاء الله زرع، علشان بيقولوا هو الأفضل عشان ما يتأثرش بالتمرين الكتير واللعب الكتير عليه. يعني دلوقتي بعد ما ردمنا زي ما احنا شايفين كده، دلوقتي دي ده الليزر، ده المرحلة قبل الأخيرة. احنا ردمنا وبنساوي في الأرض عشان الزرع. طيب مفيش شبكات مية، نعمل شبكات صرف وحاجات؟ لا هو جاهز. يعني في احنا بعد المرحلة دي هنشتغل في الأنوار والمية إن شاء الله. يعني هيبقى المية من بره الملعب إن شاء الله. النظام بقى زي الملعب الرئيسي كده رش ولا؟ إن شاء الله هيكون رش إن شاء الله. يعني على الأربع جناب؟ لا 4 جناب. حسب من المهندس او حسب من اللي يتنفذ مع المهندس يعني. شايفين الليزر ما شغال او بيشوف. بياخد وقت بقى يعني؟ لا هو هيخلص يعني؟ هو بعد ما يخلص هيشتغل يمكن 2 3 ساعات. وبعد كده هيقول ان لو احتاج رمله ثانيه هنجيب، ما يحتاجش وحب يساوي هيساوي. يعني بعد ما بيساويها كده ممكن لو في حتت محتاجه هتجيب رمله ثانيه. ممكن يحتاج رمله، نجيب رمله ثانيه. ماشي يا حاج، ربنا يوفقك ونتمنى لك